تشتري شقة او محل تجاري او حتى مكتب اداري علشان تأجره ويجيلك منه دخل شهري ويبقى كده انت بتستثمر في عقارات، فده غلط تماما. لو عاوز تعرف ازاي نستثمر صح في العقارات تابع معايا الفيديو للآخر. هيجري عليك ويقول لك الحق في محل تجاري، المحل ده متأجر لبراند والإيجار بتاعه شهريا 50,000 جنيه، فأنت تفرح وتقول له يلا بينا نروح نشتريه. طيب خلينا متفقين ان عمر ما قيمة الإيجار اللي انت هتحصلها هتكون قيمة مقابل اللي انا بدفعه في المحل او الشقة او حتى المكتب الإداري. هو فعلا نوع من انواع الاستثمار، ولكنه هو اقل انواع الاستثمار ربحا في العقارات. تيجي على شركة ما او مشروع معين وتبدأ ان انت تشتري فيه عقار، ومن هنا هتبدأ تستفيد بكل زيادة بتحصل في سعر المتر، فانت كده بتستثمر في اصل الفلوس بتاعتك، وفي نفس الوقت انا مش هدفع قيمة العقار كله كاش. لو على سبيل المثال بتشتري محل ثمنه 3 مليون فانت ممكن تدفع مثلا مقدم 10%، ومن هنا نبدأ ان احنا نحصل المكسب بتاعنا من اول زيادة بتحصل في سعر المتر. بعد فترة تعمل ريسيل للوحدة بتاعتك، تقدر بعد كده تاخد مكسبك وتطلع منه راس المال يخش في مشروع جديد وهكذا. ودي ابسط صورة من صور الاستثمار العقاري، بس ده كله بيتوقف على الفرصة. يعني ايه؟ يعني ببساطة الوحدة اللي انت هتشتريها دي هل بيتوفر فيها عامل ندرة ولا في منها كتير؟ فهو يعني لازم يكون فرصة بجد ولازم يكون حاجة مميزة. يعني ما تجيليش ببساطة على حاجة موجود منها كتير وتقول هي دي اللي انا هستثمر فيها. اما بقى لو عندك تخوفات من ان انا اشتري تحت الانشاء، فاحنا عملنا فيديو قبل كده بيوضح ازاي نشتري عقار تحت الانشاء. لو بتشتري بقى حاليا في مشروع معين وعندك منه اي تخوفات، سيب لي اسم المشروع ده في الكومنتات تحت وانا هرد عليه. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عن الفرص الموجودة حاليا في المناطق الجديدة، سيب لي كومنت او كلمني على الارقام الموجودة على الشاشة. اعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفاد.